توقيف رجل وامرأة يوزعان المخدرات على متن سيارة فاخرة في الجديدة. إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 23 و32 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حسب بلاغ لولايات الأمن، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة. أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 8 كيلوغرامات و200 جرام من مخدر شيرة، و50 كيلوغرام من مخدر الكيف، وكمية من التبغ المهرب، علاوة على 13 سلاحا أبيض من بينهما 4 سيوف. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني وفقا للمصدر نفسه أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بالجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.